السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيكابالا، موضوع شيكابالا ونصيحة لشيكابالا. وشيكابالا عارف احنا بنحبه قد ايه، وعارف انا شخصيا بحبه قد ايه، وعارف لما كنا بنلعب معاه ساعد الناس اللي كانت في ناس كتيرة جدا في النادي ما كانش معاها فلوس، وكان عندنا أزمة مالية ساعتها 2007 2008. ساعد الناس كلها وراجل بيفهم انا يعني ساعد الناس كلها بصراحة، وده شيء يحسب له. وحافظ على شعبية الزمالك ومحدش يختلف عن نجومية شيكابالا. بس يا شيكا، دي نصيحة من اخوك اللي بيحبك، مش اخوك اللي بيضرك او اللي عامل اخوك بيضرك. كتير في نادي الزمالك اعتزل وخرج باب الكبير. كابتن حسن شحاته اعتزل والدنيا مشيت عادي. هتعتزل زيك زي غيرك. بتحب نادي الزمالك طبعا، فت نادي الزمالك طبعا. كابتن حسن شحاته في نادي الزمالك طبعا، بيحب نادي الزمالك طبعا. واخرهم عبد الشافي خرج من الباب الكبير والناس كلها احترمته فيهم انت. دي نصيحه لانك انت هتبقى كادر مهم لينا، ولغايه دلوقتي الجمهور بيحبك وبيعشقك لغايه دلوقتي. هو بقى ضرك في ايه وهيضرك في ايه؟ هو مش عايز كده. هو عارف ومتاكد ان لو انت رجعت في قرارك، وهو عايزك ترجع في قرارك، انك ما تنزل الملعب الجمهور مش هيستحمل حاجه. لان هو اصلا من جواه كذاب، ما بيحبش غير نفسه. والله كذاب ما بيحبش غير نفسه. وانا كشفته من زمان للجماهير من موضوع الشيكات. انا كشفته. مفيش مسؤول في الدنيا يطلع يضحك على جمهوره بكلمه الشيكات. دي كلمه خطيره، كلمه تجيب احباط. معايا الشيكات يعني معايا الشيكات، يعني ابقى اسعد واحد في الدنيا وهجيب لنا صفقات وناخد بضطولات والحمد لله في الاخر مفيش شيكات. يعني مفيش بطولات، يعني مفيش لعيبه، يعني مفيش اي حاجه في نفسك تبقى كويسه. بيضحك علينا بكلمه الشيكات، هو بيضحك عليك انت كمان. عايز ينقص من شعبيتك. لان انا شايف لغايه دلوقتي بيقول لك في كتمان على المدرب وكتمان على الصفقات. انا شايف لغايه دلوقتي الموضوع مش حلو. الموضوع في حته مش كويسه. اول واحد هشيل ليله مين؟ انت. عارف الشيكابالا لما ترجع في قرار الاعتزال وتنزل الملعب الجمهور بيحبك، لو عملت بس واحد غلط هيشتمك، وهو اول واحد هيبيعك زي ما باعك قبل كده. وافتكر والله هيبيعك. هو عايز يخلص على النجوم كلها، هو ما بيحبش غير نفسه. وحتى جه بيصدر مشاكل، يعني على طول في مشاكل من ساعه ما جه في مشاكل، ويدخل الجميع في مشاكل مع سيد عبد الحفيظ، ويدخل مشاكل مع فلان، ويدخل مشاكل مع فلان، ويدخل مشاكل مع فلان. هو السبب فيها. هو مش فاهم بس في نفسه هو، ويرجع يعتذر لهم والله انا ما قلت كده، وما اعتذرناش احنا على موضوع الشيكات. يضحك علينا، يعتذر الناس الثانيه خايف منهم انه بيخلص علينا احنا. نصيحه يا ابني، والله الواد ده كذاب واحنا عارفين. المشكله انك عارف، مش عارف ان الواد ده كذاب وبتاع مصلحته، ويرجع يصدر تاني مشاكل نادي الزمالك بالاوهام. نظريه المؤامره، الناس كلها مضطهدانا، الحكام، لجنه المسابقات، الاتحاد. الفكر ده اللي ضيعنا جماهير نادي الزمالك. الفكر ده هقولها لكم وعارف انا بقول ايه. الفكر ده خلى الفرق بيننا وبين النادي الاهلي ربع قرن في بطوله افريقيا بسبب الجاهل ده، واللي زيه واللي دخل قبليه واللي قبليه جاهل زيه يصدر لنا نظريه المؤامره. الجاهل اللي زي ده واللي دخل برضه قبليه وقبليه وقبليه خلى الفرق بيننا وبين النادي الاهلي 31 سنه في دوري عام. عشان اوصل النادي الاهلي محتاج 31 سنه. نظريه المؤامره اللي بيجي اللي زي ده، الراجل الجعان ده، هو ده اللي جعان، هو ده المتآمر، هو ده العميل اللي انا بقول اللي انتوا عارفينه ده. اللي زي ده والاداره اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، ايا كان الاسامي مين يعني، اللي بيصدروا، اللي ما بيجيبوش بطولات. انا قصدي اللي بيجيبوش بطولات ويصدروا على نظريه المؤامره. نظريه المؤامره بيضطهدونا، منكم لله، التحكيم المصري، الجدول المصري. اللي زي ده لازم يتبتر من نادي الزمالك عشان نفوق لنفسنا. شيكا اعتزل. نصيحه من اخوك والله، اطلع من باب الكبير، كلنا بنحبك. نصيحه من اخوك.